الدنيا دي ارزاق فعلا، الدنيا دي ارزاق. بقى دونجا نص ملعب الزمالك اللي بيتباطأ وبيتكاسل في الملعب، وشفنا اهداف وحاجات كتير فرقت مع الزمالك بسبب تباطؤه وتكاسله وضغطه في الملعب وادائه الغريب. دلوقتي كله بينادي ان هو يتوقف علشان ما يلعبش السوبر المصري في الامارات. يعني دونجا دلوقتي بقى لعيب فارق عشان قناه النادي الاهلي ساعتين تتكلم عن ان دونجا لازم يتوقف ولازم يتنفذ القرار. من كده كده القرار هيتنفذ مفيش مشكله، لكن ساعتين كاملين في برنامج خاص على قناة النادي الأهلي المفروض بيتكلم عن أخبار الكورة كعام أو عن ناديها لأن هي قناة خاصة بالنادي الأهلي، كل البرنامج يتكلم عن دونجا وإن دونجا لازم يتوقف. هو دونجا فاكرينه هداف دوري أبطال أفريقيا ولا إيه؟ فاكرينه هداف التاريخي للزمالك؟ احنا مش عارفين دونجا ده أصلا إيه دنيته، ولا بيلعب معانا ولا مش بيلعب، ولا بياخد فلوس على ايه، علشان تلاقي ان الكل دلوقتي بيطالب بايقاف دونجا. خلاص دونجا بقى مهم وبقى صيته مسمع وبقى لعبه هيفرق. يا عم احنا مش عايزين يلعب اصلا، وكده كده عارفين ان نص ملعب الزمالك مش موجود خالص، ودونجا موجود. دونجا مش موجود منتصف ملعب الزمالك من غير محمد شحاته ما يسواش اي حاجه. دونجا ما عندوش الشراسه الدفاعيه في مركزه، دونجا بيتوه، دونجا بيقصر في حق نفسه وفي حق النادي. يعني ايه توقف؟ ما توقف يا عم، انا عارف ان القانون هيتنفذ، لكن انت تطلع على قناتك الرسميه الخاصه بيك كنادي تتكلم ان دونجا يتوقف. يعني دونجا خلاص دلوقتي هو اللي هيخرب الدنيا، هو اللي هيجيب البطوله في شوال يعني؟ ما يتوقف دونجا، وهنلعب بطوله كاس السوبر المصري في الامارات من غير دونجا.